تخيل إن أعظم كنوز بلدك وأسرارها اللي بقالها آلاف السنين تقع في إيد أعدائك بسبب خيانة من أقرب الناس ليك. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب طيبة، العاصمة العظيمة لمصر القديمة، كان بيعيش مهندس معماري عبقري اسمه سانموت. كان سانموت هو العقل المدبر ورا تصميمات معبد الكرنك المهيبة. رمسيس الثاني فرعون مصر القوي كان بيثق فيه ثقة عمياء، كان شايف فيه مستقبل العمارة المصرية كلها. لكن سانموت كان جواه طموح أسود، طموح أكبر من أي ولاء. في نفس الوقت كان أحمس قائد جيوش الجنوب بيحلم بالسيطرة على طيبة. كان عارف إن اقتحام معبد الكرنك هو مفتاح النصر، لكن المعبد كان حسن منيع، أو على الأقل ده اللي كان الكل فاكره. أحمس بعت رسالة سرية لسانموت، رسالة فيها وعد بمنصب محدش كان يحلم بيه، وعد بإنه هيكون المهندس الأول في مصر كلها لو ساعده. الطمع عمى عيون سانموت وقلبه. في ليلة ضلمة وتحت جنح الظلام، سانموت نسخ خرائط الممرات السرية للمعبد، ممرات محدش يعرفها غيره هو ورمسيس. دي كانت الممرات اللي بتوصل لقلب المعبد مباشرة بعيد عن أي حراسة. سلم سانموت الخرائط لرسول أحمس وباع تاريخه وبلده مقابل وعد. كان كل شيء هادي في طيبة والناس نايمة في أمان، وفجأة وفي لحظة غدر اتغير كل شيء. جيش أحمس اقتحم المعبد من خلال الممرات الخفية زي الطوفان. الحراس اتفاجئوا والمقاومة كانت مستحيلة. صوت السيوف والصراخ ملى المكان المقدس اللي كان المفروض يكون رمز للأمان. رمسيس أدرك الخيانة، لكن بعد فوات الأوان. شاف بعينيه جيش العدو وهو بيستبيح أعظم صروح مملكته. سانموت كان واقف من بعيد بيتفرج، بيستنى مكافئته الموعودة. لكن أحمس كان ليه رأي تاني. الخاين اللي بيبيع سيده مرة ممكن يبيعه هو 1000 مرة. أمر أحمس بالقبض على سانموت. لم يكن يعلم أن عدوه الحقيقي كان طمعه اللي دمر كل شيء. النقش الصغير على بردية الخرائط كان هو الدليل القاطع على خيانته. تخيل تكون في مكانه، هل كنت هتختار المجد الزائف ولا الولاء الحقيقي؟ نهاية سانموت كانت عبرة لكل خاين اتحكم عليه بالنسيان الأبدي. اسمه اتمحى من كل جدران المعبد اللي بناه بإيده. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.